بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا دكتور كمال، يعني اخونا ولدنا بروفيسور كمال ده ما عايز يخلينا كله هسه كمان، يعني عايزنا برضه نعمل نبذة بسيطة عن موضوع كجبار. كجبار ما أدرك ما كجبار. الحقيقة كجبار مشروع كان يعني درس، ولما قدموا الدراسة حقتهم في المجلس الوطني في الزمن ذاك، كانت الدراسة الأولى على مستوى القطر ومستوى السودان كله، إنه الناس أشادوا بالدراسة دي وقالوا دي دراسة مكتملة، ودراسة كانت يعني كانت فعلا مكتملة تماما يعني. والناس بتسأل كجبار دي بلد كيف، الناس جابوها كيف يعني. قصة كجبار طبعا أنا بعتبر نفسي إن أنا كنت واحد من أول الشخص الثاني في التفكير في كجبار يعني، لأنه أنا التقيت بالأخ الشهيد محمود شريف سنة 93 في مكتب أخوان، مكتب إشراف للسفر والسياحة في بوجي تضامن. في الوقت ذاك محمود شريف كان شالوه من الكهرباء، وكان في مكتبه في عمارة في مكتب شركة الرواد الهندسية في شارع سيد عبد الرحمن. شارع سيد عبد الرحمن كان في الوقت ذاك. فمحمود شريف رحمة الله عليه أول ما تعرفنا مع بعض قال لي الفاتح كده قال احكي معي المكتب. مشينا المكتب وقال لي يا أخي والله في إرهاصات إنه حتكون في ولايتين، الولاية حقتنا دي هتنقسم لولايتين، ونحن عايزين نعمل شغل بحيث الوالي يجينا في الشمالية ما يجينا زول ساكت يعني. عايزين نعمل مشاريع معينة ندرسها ونقدمها للوالي عشان ما ينشغل بأشياء فارغ ساكت يعني. فقال لي يا أخي تعال نكون لنا لجنة صغيرة من بعض ناسنا موجودين في خرطوم. ففعلا كونا لجنة من 7 أشخاص راعينا فيه التقسيم الجغرافي بالنسبة للمنطقة، واجتمعنا. كلفني بأن أنا أدعوهم الناس دي، دعيتهم فعلا وتلمينا واجتمعنا في مكتبه، وحددنا قلنا إحنا يعني لجنة مهمتنا ما عندنا انتماء سياسي لأي جهة إن كانت، مهمتنا إن إحنا يعني ندرس مشاريع معينة ونقدمها للوالي القادم للشمالية. ويوم ما نقدم حياتنا نقدمها معناه إن كده مهمتنا انتهت يعني. فحددنا 4 مشاريع. قلنا المشروع الأول قلنا سكة حديد كريمة السليم كرمة، وبعد يركب في السكة حديد القديم ده بتاع كتشنر لحلفة. المشروع الثاني تخصيص النقل النهري. المشروع الثالث كان الاتصالات. المشروع الرابع كان الطاقة كهرباء. ف4 مشاريع دي تقسمنا فيها نحن اللجنة دي 4 مشاريع تقسمنا فيها. وفي الوقت ذاك بالنسبة لسكة حديد كان أخونا ربنا يواليه بالعافية وقال مريض برضه دكتور فادي محمد الأحمد، كان في الوقت ذاك مدير سكة حديد. كلفناه بموضوع السكة حديد بتاعت سكة حديد كريمة السليم كرمة، وقام فرق لنا 2 من المهندسين القدام حق الكوار حقينه فعلا عمل دراسة للسكة حديد من كريمة لسليم كرمة، ووضعوا التكلفة بالنسبة للسكة حديد ودون دراسة كاملة. ده بالنسبة للسكة حديد. بالنسبة للكهرباء في الوقت ده كان في لجنتين مكونات. في لجنة المحافظات الشمالية كان بيرأس في الوقت ذاك الفريق عباس مدني، فدي كانت تشمل محافظة حلفة وضنقلة ومروي في الوقت ذاك، والمحافظات الجنوبية وكان بيرأسها واحد من إخواننا من الشباب بتاع حجر العسل، وكان الأستاذ علي الروى. وكل لجنة كانت قايمة بذاتها يعني، كل لجنة كانت بتشوت لي بحيث إنه تعمل شغل بطريقة الخاصة. فاللجان دي كانت فيها نوع من التباطؤ،
في الوقت ده كان الشريف المرحوم الشريف بدر كان الحاكم والوالي بتاع الولاية الكبيرة. فمشينا له في مكتب أنا صفتنا في اجتماع بالشريف. فكان الأخ بدر الخير كان وزير برضه مع في الوقت ذاك الوزارة. فبدر الخير الأستاذ بدر الخير الله يديه العافية ويطول في عمره، قال له والله يا محمود نحن مشينا السعودية وبشرنا الناس بالكهرباء ده على لسانك يا دكتور محمود، والناس بشرناهم كلام بالصورة دي يعني. محمود قال لهم طيب اللجان حقت الكهرباء دي ليه متباطئة معنا يعني؟ فقال والله يا اخي نحن ما لاقيين زول ينسق لنا بين اللجنتين دي يعني. فقال الشريف قال له يا محمود شوف لنا زول، فقال له خلاص اديتكم فتح زبير ده. قام عملية تعيين كده غاية باسم انه منسق لجان كهرباء المحافظات الشمالية والجنوبية في الوقت ذاك. ففي الوقت ذاك كنا شغالين في دراسة لتوصيل الكهرباء من درمان بالغرب، من درمان الدبة ضنقلة وبالشرق الجيلي الشندي عطبر بربر. فكان في أيام اشتغلت في الدراسة بين المنطقتين دي، وكانوا كملوا دراستهم كانوا كملوا، لأنه نحن في البداية مشينا بشرنا بأنه الكهرباء جاية لعطبرة من بالشرق وماشية ضنقلة بالغرب، وورينا إنه اللجان أكملت دراستها. حتى في الوقت ده كان العميد كان الوالي بتاع نهر النيل بعد ما عملوا محافظتين الولايتين، وعندنا كان العوض محمد الحسن كان الوالي حقنا. المهم ففي اللجنة حقت النقل النهري أنا كنت مكلف باللجنة دي. مشيت في الوقت ذاك لأخونا الله يديه العافية ويعني يطول في عمره ويسعد يهنيه إن شاء الله، أخونا أزهري فضل مسي. أزهري ده من شباب من أخواننا ومن شباب المتعلمين من المنطقة عامة من عندنا من إيماني من هنا ومن قسم 3 شمال غرب. وفي الوقت ده كان الرجل الثاني أو الثالث في النقل النهري كان. فقام ملكني كل الدراسات المعمولة للنقل النهري من السبلوقة لغاية متصل دال. فأنا خميت الدراسات دي كلها، شيء خرط وشيء دراسات وشيء ملفات، المهم كلها ملكتها لمحمود الشريف رحمة الله عليه. محمود الشريف قعد 15 يوم يعني طوالي، بس وقته كله شغال بس في الخرط دي والحاجات دي. قال لي الفاتح نحن حقه نغير خط سيرنا ده من حكاية كهرباء حرارية، نحن ليه ما نستفيد من المصادر المائية الموجودة في الشلال حقتنا دي يعني. لأن الخواجات عاملين في كل شلال إنه فيه كم ميجا وات كهرباء. فنحن قال نحن الآن عايشين على 3000 ميجا وات كهرباء من الموية دي، يعني نحول شغلنا ده من توليد حراري لتوليد مائي. طيب والمطلوب شنو؟ قال لي المطلوب انك تمشي للعوض محمد الحسن في الوقت ذاك الوالي. سمعنا قالوا توفى يا الفاتح رحمه الله عليه ونتقبل ان شاء الله. فقال لي تمشي الوالي ده تحدد لي معه مواعيد. في الوقت ذاك الوالي كان عامل له مكتب مرحوم عز الدين السيد، حيث الصداقة الشعبية في الوقت ذاك كان مسؤول منها عز الدين السيد في شارع الجمهورية في خرطوم. فكان مخصص له مكتب في الصداقة الشعبية دي. فمشيت له ولقيت معه أخونا محمد نوري حامد، وده كان أول وزير مالية في الولاية الشمالية. فبلغته قلت والله يا أخي الأخ محمود الشريف يتمنى إنه يقعد معك يعني، فعايزك تدير معي. فقال أبدا أنا ما بدي معي الآن أمشي له. فطوال شارع عكازه ويكلموا عربيتهم معاه. مشينا لمحمود. محمود قام شرح له كل الشيء الحاصل بالنسبة للشغل ده يعني. فعلى ما أذكر أول ما جاء طوالي أول قرار اتخذوا إنه شكل لجان لدراسة
المساقط المائية في الولاية الشمالية. ده كان دي أول قرار اتخذ تقريبا كان في الوقت ذاك. ونحن كمان أخذنا القرار حقه ده، ومحمود رحمة الله عليه الشيخ محمود الشريف قال إنه نحن عشان ما نبدأ نشتغل شغل كويس ونحن لازم ندخل معانا في الصورة أو نشرك معانا الأخ دكتور أبو شورى، لأنه قال أبو شورى ما بيرضى إنه أي شغل في النيل ده قبل خزان حمداب، هو خزان مروي الآن يعني. فقال ما بيقبل إنه أي شغل نحن ندخله في الوقت ده فخزان حمداب فيه شغل أصلا مستمر يعني. وما في حد حيقدر يغير لنا يعني فكري أبو شورى ده غير صلاح كرار. وده كوز رطاقة في الوقت ده كان يعني. فمشينا لصلاح، هو قال لي كان في حالة كمان نحن نمشي لصلاح كرار ويمشي معانا لدكتور أبو شورى عشان أبو شورى يدينا البروفيسور محمد الأمين محمد نور. الوقت ده كان مدير الخزانات الوقت ده، وهو كان المسؤول عن الدراسة الفنية لخزان حمداب. هو الآن هو خزان مروي. فمشينا فعلا صلاح كرار رحمه الله يدي العافية طيب الخير، ومشى معنا فعلا لأبو شورى. والاجتماع ده حضروا معنا من الناس الآن أحياء الحمد لله رب العالمين. كان مدير مكتب أبو شورى أخونا الباشمهندس والله بينسى الأسماء كمان، كان مدير الري في ضنقلة من أولاد القولد، الله اسمه طيب نتذكره إن شاء الله أثناء الحديث. فده كان هو مسجل النقاط حق الاجتماع ده. وصلاح كرار قال عميد صلاح كرار قال للدكتور أبو شورى إنه نحن يعني حكاية تمويل لخزان الحمداب ب2 مليار دولار في الزمن ده ونحن محاصرين من الصعب يعني. نحن ليه ما نشتغل يعني سدود صغيرة بحيث إنه يعني نحن نطلع كهرباء بحدود الليل في كل منطقة شيء نقدر عليه يعني. بعد ذاك لما ربنا إن شاء الله يعني كمان يكرمنا كمان نخش في الشيء الكبير ده إن شاء الله يعني. فبشورى ما قصر الله يجزيه بالخير ويصلح حاله إن شاء الله. فقام المطلوب شنو؟ قال المطلوب عندك هو لجنة فنية يرأسها البروفيسور محمد الأمين محمد نور. المهندس اسمه عبد الله الماحي وهذا القولد كان مدير ري هنا في ضنقلة. في الوقت ده كان مدير مكتب أبو شورى مهندس عبد الله الماحي من أبناء القولد الآن حي مصر الحمد لله رب العالمين. ده كان هو اجتماع كان مع أبو شورى في موضوع قيبار. المهم فقام شكوا لجنة فنية دراسة مساقط الماء في الشمالية عامة، ما في قيبار بس يعني مساقط المائية عامة في الشمالية دراسة البروفيسور محمد الأمين محمد نور. وكان في الوقت ده مدير خزانات وقبله وكان نقيب المهندسين السودانيين كان في الوقت ده كان. ورجل كان يعني رجل في الوقت ذاك نشط كان في المجال السياسي كان حتى. المهم فكونوا 5 دكاترة بتاع الري و5 دكاترة كهرباء مهندسين دكاترة مختصين يعني كلهم ما شاء الله يعني. فديل 10 مهندسين ديل قاعدة جوا الموية جوا البحر في من أبو فاطمة لغاية دال. بعد 3 شهور عمل دراسة كانت أجمل دراسة تتعمل في الشغل ده يعني في الوقت ذاك يعني. وكانت الدراسة الأولى في المجلس الوطني لما نقدم الدراسة دي كانت الدراسة الأولى المكتملة أشهد بها كل الناس في الوقت ذاك. لقوا إنه سد مهما كان يعني كفاته أو سد محدود في أبو فاطمة لا يمكن، لأنه المنطقة مفتوحة كلها تماما من أبو فاطمة بالجنوب عندي مناطق كلها مفتوحة اللي هي هنا في سهل السليم والسهل الخاوي هناك، هنا في سهل بنا وسهل القول، مناطق كلها مفتوحة يعني. أي سد في المنطقة دي معناها الغمر حيكون
واسعة جدا يعني. ما شو ده اللي بيقول انه يعني قيام خزان خزان النوبة ولا يسموه شنو، سد العالي ده كمان عمل ارتفاع بين في المويه، بقى ما في هناك ما في شلال بالصورة الواضحة، ما في يعني المويه السوداء زي ما بقول السود بالصيدين يعني. المهم فلقوا أنسب مكان يتعامل فيه سد محدود لتوليد محدود دي منطقة كجبار، محض مصادفة يعني ما يعني ما الناس ما قصدوا انه من الاول يمشوا كجبار يعني، حسب الاشاعات طلعوا على الناس انه قاصدين ما في حد قصد حد يعني. فعلا اي زول مشى المنطقة دي او من المنطقة دي فعلا لما يطلع من جبل كدين الشرق لما يصل لغاية ما يصل الجزيرة الصخرية بالغرب، عبارة عن يعني حجر موجود أو شلال موجود طبيعي موجود، أنت لو مشيت ممكن تلف الحجارة لما تطلع بالغرب إلى بدون ما يعني. فالمهم وبعدين الحاجة الثانية في الوقت ده كان في أثر لحوض أو لترعة قديمة حول جبل كدين. فمحمود شريف كان رأيه في البداية إنه الناس يعمقوا الترع، الأثر بتاع الترع القديمة دي الناس يعمقوها بشغلنا الذاتي بطوارينا بكوارينا بالشيء اللي احنا نشتغل به يعني في الوقت ذاك، بحيث إنه الناس يحولوا عين المويه من الشلال ده لشمال الجبل، ويخد التوربين حقهم في نهاية في المسقط بتاع المويه اللي جاي من الترعة دي يعني، بدون ما يكون في اي نوع من الغمر ولا اي نوع من اي حاجه. فده كان راي محمود شريف في البدايه. فقام سافر محمود شريف لبريطانيا ومشي جاب لنا المهندس الشركه اللي عملت خزان الرصيرس، جاب الخواجه من هناك. كان يوم 28 شهر 10 تقريبا سنه 94. فجاب الخواجه ده من الشركه نفذت خزان الرصيرس، والخواجه جانا في دنقله. اول ما مشينا من الخرطوم طوال جو من السفريات الخارجيه، انا مشيت معهم حجزت لهم، كنت حجزت لهم مصر الداخليه، جينا دنقله. ف يوم الجمعه جينا من دنقله، جينا طوال مشينا لغايه سبو. مشي وصلنا بالليل سبو، مشينا بالليل سبو وقام الصباح دخلنا البحر. الجزيرة الصخرية دي من الناحية الغربية، وبينه بين القيف زي 30 متر. ال 30 متر ده عبارة عن كان لما المصريين مرسلونا بواخرهم ديك وحاجات مرسلوها لنا وكسروا بيها شلالات. لما نجوا في المنطقة في الوقت ذاك يعني ناس كبار دي مصر سوار من الزمن ذاك يعني. فلما نجوا في المنطقة دي قام ناس كبار حموهم انهم يمشوا لقدام، وحجزوا البواخر دي هناك لغاية ما جاء الفيضان. لما جاء الفيضان قام أذن لهم، قاموا كسروا 30 متر دي ما بين الجزيرة الصخرية وما بين القيف، مرروا حاجات مروا من الوقت ذاك بال 30 متر دي يعني. الخواجة قالوا أنسب مكان نضع فوق التوربينات دي 30 متر جاهزة المحفورة الموجودة جاهزة دي، ونحن بس نرفع باقي الشلال ده يعني من الجزيرة الصخرية لغاية جبل كدين، نرفعه بس 7 متر أو 5 متر ل 7 متر. ده بيدينا توليد حي بتاع 60 ميجا واط ل 80. وعندنا شهرين ما فيه كهرباء كله. ده كانت الدراسة اللي اعتمد عليها أخونا المرحوم الشيخ محمود شريف. بعدها بدينا في الوقت من الوقت ذاك إنه نحن نشتغل على المسألة دي يعني. وده إذا فبعد ذاك السيد الوالي في الوقت ذاك العوض محمد الحسن رحمة الله عليه قام طلع قرار بإنه طبعا كان القرار الأول ذاك حكاية الدراسة حقت الدراسة الفنية للشلالات،
ف يعني اعتمدوا كلام اللجنة أول اللي اتعملت، وبعد ده قام وطبعا حددنا المكان بتاع السد حيكون في كجبار. فقام كون برضه لجنة سماها اللجنة العليا. في الوقت ده كان محمود شريف رحمة الله استشهد كان في الوقت ذاك، فقام كون لجنة سماها لجنة قيام سد الشهيد محمود شريف بكجبار. في الوقت ده كان في الخرطوم. اللجنة دي كان فيها ناس من الناس دنقل هنا، كان فيها الأخ عبد الودود إبراهيم ماجد. في الوقت ذاك والله الأخ عبد الودود بعرفه في الوقت ذاك يعني. فقام جاني في مكتب أخونا حمزة الحسين وقال لي والله سمعنا بيك أنت كنت مع الشهيد محمود شريف، ونحن الآن جايين الخرطوم عشان ما نكون لجنة للشغل ده بالخرطوم هنا، فعايزينك معانا. تبشر جدا. ترى طبعا اللجنة دي محمود شريف كان عنده علاقة خاصة وطيبة جدا، وكان بيحب أخونا الدكتور الفاضل حسين أحمد. طبعا هم مع بعض دفعة في عبر الثانوية، وكانوا يعني كانوا متنافسين مع بعض دائما يعني. طبعا محمود شريف كان في السنة امتحان فيها كان أول السودان كان طبعا يعني. فالمهم فنحن الآن بصدد قال لي نحن الآن بصدد إنه نحن اللجنة حق الدوم اللي كوناها بعدين نكون كمان جسم هنا في الخرطوم. وقمنا عملنا دعوة لأهلنا الشمالية الموجودين من مروي لحلفة، وحاجة يعني عملنا دعوة ضخمة جدا جدا. وكان في الوقت ده كان أستاذ الله يديه العافية ويطول في عمره طول بالخير، أستاذ أخونا سكراب، اخوان الاسماء بقطع والله، جلال محمد احمد سكراب كان امين العام للمجلس الوطني. فقام خصص لي خصص لنا كان القاعه الخضراء هي اكبر قاعه في المجلس الوطني في الوقت ده. عمل اجتماع ضخم جدا. الوقت ده كان دكتور الفاتح كان بقى وزير نقل، فانا كلفوني ادعوه مش ادعي فعلا ويحضر معي اجتماع. ده كان وقت ذاك المنصه قاعدين فيها والهاي تيبل قاعدين فيها ناس عبد الرحيم محمد حسين الله يديه العافيه طول بالخير، والعوض محمد الحسن، ودكتور الفاتح طبعا وزير طبعا الوقت ده قاعد. فقاموا الناس اللي عملت دراسه يعملوا تنوير للناس الاجتماعات دي كلهم، يتكلم عن انه خزان السد جاهز وحيتولد منه كم. الناس كلها جا شرحوها للحضور دي كلهم يعني. بعد ده بقينا في تكوين لجنه. اخونا الدكتور عبد الرحمن الانصاري قام طوال يرشح دكتور محمد علي الفاتح محمد علي احمد رئيسا للجنه دي يعني. فالناس بالمع وافق انه الفاتح يجلس اللجنه. وبعدين السيد عوض السيد قام اقترح الفاتح الزبير، بصفته كان حي مع محمود شريف طبعا، فوافقوا الناس انه انا كمان اكون مقرر لنا. وجبنا الفريق عوض خوجلي ممثل المنطقة الجنوبية، والشيخ برضه حسن أحمد حسن هذا كان في ذاك معتمد حلفة. طبعا حلفة وبورسودان كان اسمه معتمدية السودان، معتمدية حلفة ومعتمدية البحر الأحمر، وكانوا طوائف يتبعوا أساسا لرئاسة الجمهورية يعني، ما تبع الولاية أصلا في الوقت ذاك كان. فالمهم فالأربع أسماء دي رفعوها للسيد رئيس الجمهورية في الوقت ذاك، فقام طلع بها قرار جمهوري لتكون اللجنة العليا لقيام سد الشهيد محمود شريف سد كجبار. وجينا في أول اجتماع قعدنا وقلنا يا إخواننا أربعة ما ممكن نعمل حاجة، ونوسعنا اللجنة حقتنا دي بأربع أشخاص إضافيين. جبنا أخونا المرحوم خضر عبد الرحيم وقد كان مدير عام بنك المزارع يمثل المحس. جبنا أخونا الأستاذ مختار اللي كان مدير سوداء في الوقت ده كان.
ياسين مختار ياسين. والله اسماء بقدر أنا ما أقدر أجمع الأسماء. وجبنا أخونا خليفة الشيخ بكاوي، ده كان يمثل منطقة دبة تضامن. أضفنا الثلاثة ديل بيجي لنا 7. عندنا ممثل الولاية الشمالية كان في كده وزير المالية هو محمد لا محمد خيري، محمد خيري كان معاه في اللجنة برضه. بتاع بدين اسمه محمد نوري حامد، الله يدي العافية يطول الخير. هون احنا بدينا شغلنا بتاع اول شيء، اول عمل يتعمل بعد اللجنه، بعد الشغل الدراسي تمت دي. الان طبعا في هم بيساعدوا الناس كثير من اهلنا المحس ولا عندهم كان راي في السد، يقولوا انه السد ده اصلا ما فيه دراسه كله. في حين السد ده فيه افخم دراسه اتعملت في السودان موجوده في كجباء بالذات. الدراسه كان عملوها البروفيسور محمد نور معه 9 دكاتره كويس، محمد الامين ومعه 4 ديل بتاعين ري و5 بتاعين كهرباء. وهم اللي اختاروا منطقه كجبار. بعد ده بقينا في حكايتنا خلاص، ما احنا اقتنعنا انه الموقع يتحدد. بعد ده قام محمد الامين حرك لنا اللجنه حقت الروس اللي كانت شغاله في خزان الحمدان. الروس الخواجات كان بيعمل دراسه بتاعين شغالين في خزان الحمدان، قاموا جابوهم لكجبار برضه قعدوا عشان بس يجاوب على اسئله معينه. طبعا دير جو في الموقع هو في جبل كدين كجبار، فجي يوروا انه الصخور دي هل هي صخور تتحمل انه يكون عليها شيء فوق كده. انا طبعا مهندس لكن زي ما بقولوا حاجه مع المهندسين دول بس بسمع الشيء بقولوا. وبعدين اعماقها كم وتحملها كم كويس، و يعني الشيء الفني في التفاصيل الفنيه في الشغل ده يعني. فوروا انه انسب مكان انه للسد محدود اللي هو المنطقه دي اللي هي جبل كدين جبل كجبار الغريب هناك. بعد دراسه دخلنا في حكايه الدراسه الاقتصاديه دي برضه بيتكلم عنها الناس كثيرين انه المشروع ده ما فيه دراسه اقتصاديه. فنحن برضه كونا لجنه من 5 بروفات براسة البروفيسور حسن الله انا كنت انسى يا اخي. حسن ده كان في الوقت ذاك عميد اقتصاد جامعة الخرطوم. لا حسن حتذكر هسه. ومعاه بروفيسور ابراهيم صباحي استاذ جامعة الخرطوم، ومعه بروفيسور عبد الحفيظ محمد عبد الله كان رئيس شعبة الهندسة الزراعية جامعة الخرطوم، كلية الهندسة جامعة الخرطوم. معه بروفيسور جعفر محمد الحسن كان عميد كلية الزراعة جامعة الخرطوم. ومعهم بروفيسور الساعوري كان مدير جامعة دنقلة هنا. فال5 بروفات هم اللي عملوا دراسة اقتصادية، وما عملوها هم قاعدين مكاتبهم، لا ابدا. انا جبتهم معاي من الخرطوم، نزلنا جينا اخذنا عرباتنا. فكده كان في الباشمهندس محمود صالح كان وزير الشؤون الهندسيه هنا في حسن محمد صالح، بروفيسور حسن محمد صالح اصلا من ابناء القرير، لكنه اتولد وتربى في برقيق. ليه علاقاته وطيدة جدا كان مع ناس المحاس والضناقل واهل الشوايق بغادي هنا. حسن محمد صالح بالاخر جاء بقى امين عام التعليم العالي كان في النهايه كان. ورجل نشيط جدا ورجل عالم. حسن محمد صالح ده كان رجل عالم يعني، رجل متواضع
ونحن تحركنا أخذنا مع بعض 3 أسابيع. إحنا تحركنا من مروي شمالا قرية 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 لغاية ما جينا فريق. في اجتماع فريق مع المواطنين، في واحد اسمه يعني أستاذنا ربنا يرحمه يغفر له اسمه علي بشير من ناس دلقو، قام سأل في اجتماع حق المواطنين، قام سأل إنه إذا فرضنا إنه حصل غمر، حصل أثر لقيام السدة، أنت هتعمل شنو يعني؟ في تعويض للناس اللي كانوا بيصلوا. فحسن محمد صالح قال لي والله، البروفيسور حسن محمد صالح قال لي والله نحن مهمتنا نعمل دراسة، بنجاوب على سؤال واحد معين اللي هو إذا إنه قيام سد كجبار، جدوى قيام سد كجبار ده شنو يعني؟ لا هيستفيدوا منه شنو يعني؟ لكن حكاية إنه الآثار الحاجات دي مسؤول منها الجانب الزول ممثل الحكومة مع ناس اسمه الفتح زبير ده. أنا قلت لهم والله يا جماعة طبعا الناس ممكن تعمل لها حاجة على حساب الناس يعني، والناس يتأكدوا يطمنوا تماما إنه ما لم لو في أثر ما لم يتم التعويض يعني المقنع والتعويض الإنسان يعني تماما، ما ممكن تعمل شيء على حساب الناس يعني. نهيت ما إنه وقام حسن ما مشينا بعد الاجتماع بعدها قال لي الآن أنتم من حظكم إنه الآن في جدي في الأستاذ هو الدكتور نصر، في الوقت ده كان مدير الإحصاء، كان ودي العمدة نصر في محمد أنا كنت أنسى كمال يا في جدي، وزول من الأهل وزول ود عمدة يعني. فقال أصله ده متخصص في حكاية الخزانات وحكاية آثار الخزانات دي. محمد نصر يعقوب الأستاذ نصر يعقوب، فكده كان مدير الخزانة، كان مدير في الإحصاء كان. فقال لي ده أعلم في الشغلانة دي هو، ومن حظكم إنه هو من جد المنطقة حيكون فيها السد ذاته يعني. فأنا أذكر إن أنا مشيت له في مكتب قضايا استقبال حلو جدا جدا. وعندنا طبعا يعني اللي هو هم ذاتهم أهل بالنسبة لي يعني علاقتنا مع ناس يعقوب أو آل يعقوب عامة في المحس، هم طبعا والدة الملك طنبل وزوجاته حتى كلهم من أهل المحس يعني، دير الجانب بتاع ملك المحس هناك. المهم فوافق جدا إنه يشتغل الشغل ده يعني، ما قصر، الله يدي العافية رب الخير. ففعلا بعد ده بقى التفكير في إنه إن إحنا بعد ده خلاص مع المشروع بعد ياخذ أبعاده، بعد ده الناس بقت خشت في التنفيذ الواقعي اللي المفروض يحصل. فقمنا في الوقت ده استدعينا مرحوم زبير رحمه الصالح، الشيخ زبير رحمه الصالح، وجاء في زيارة خاصة لمنطقة فريق. وقد هم كمان بين الناس المعنويين كمان برضو ما قصروا، برضو لما ناسهم وجونا بهتافاتهم وبرفضهم لما كان بصروا كده. فزبير خاطبهم وخطاب كان مقنع جدا وبسيط، بكلام بسيط، لكن والله نحن ما ممكن نخطينا طوبة قبل ما نعوض التعويض المجزي لأصحابنا المحل يعني. ومشينا بعد من كده نحن طوال عملنا سمينا معتمد تعويض أو معتمد تعويض المتأثرين من كام سنة كجبار. عملنا له مكتب في المكتب هنا في قنقلة، وجبنا فوق الأول أخونا حسين جعفر، باشمهندس حسين جعفر، جاء أخذ له فترة صغيرة كده من الزمن ورفض وقال اعتذر عن عمل فيه. جاء بعد منه كان المرحوم أخونا العميد معاش محمود جعفر، وده كان هو المسؤول والمفوض
آثار مفوضة تعويض الآثار لسد كجبار يعني. في الوقت ده كله وقتنا كله نحن كنا شغالين على مستوى أو على مدى لا يتجاوز ال 120 ميجا واط. وقت ذاك الولاية كانت يعني الدراسة موجودة في الولاية إنه حدها 57 ميجا واط. ونحن اشتغلنا في 100 وقلنا نشتغل في 120 ميجا واط أو نرفع شوية كمان لغاية 180 ميجا واط. ده حيكون بشنو بالارتفاع في السد. وأخيرا كانت في يعني مبادرات من بعض المهندسين وخاصة المرحوم كان المرحوم البشمهندس عبد الباقي المنعطية. طبعا كان بتاع كان اصلا كان بتاع ما اصلا كان يعني. وكان عنده مبادرات انه الناس يرفعوا التعويض ما بالتأثير، لكن يرفعوا التعويض بانه في اشياء في زي التوربينات هي ما راكده، هي واقفه على الحيله وبتزيد بترفع كفاءة الانتاج بدون ما يكون في اثر يعني. فالناس ممكن وإن كان هي غالية جدا، لكن يعني لو الناس لا يعني الناس يعني افتكر او ناقش الغلاء حق التوربينات دي اللي ما بيساوي شيء بالنسبه للتاثير اللي بيحصل للناس يعني. المهم دي كانت واحده من المبادرات اللي كانوا شغالين فيها باعتبار انه ما يكونش في تاثير كبير. والتاثير في الوقت ذاك حتى جبنا ناس استشاريه جاء عملوا دراسة واضحة جدا جدا. وإلى الآن الشيء اللي عملوه دراسة يعني موجود في المنطقة اللي هو جاء عملوا يعني سهم في الحتة المتأثرة إنه أي سنتيمتر متأثر ما بعد السهم ده يكون فيه تعويض. يعني تلقى بدون ما أخذ زريبة تلقى نصها متأثر والنص الثاني ما فيه أثر. بيت مثلا تلقاه وبعدين الأثر كله في المنطقة غرب الشارع عشان تلقى ما في اي اثر اصلا كله. والاثر كله في البدايه كان محصور في 6 قرى بالشرق و3 قرى بالغرب اللي هي سبو وجدي وفريق وشكيله والنوري وشرقيفان. ديل بالشرق. بالغرب عندنا كجبار ودفوي كوسيكونيا وجزيره دفوي طبعا وجزيره جدي هناك خاشي. فدي كانت المناطق متأثرة بالنسبة للشغل بتاع محمود الشريف. طبعا فيما بعد كان الباشمهندس أسامة عبد الله كان جاء يزيدوا في التوليد، وده كان بيزيد برضه في الغمر شوية، اللي هو أي زيادة في جسم السد. يعني السد لما 18 متر اللي فوق بيجي يتساوى مع ابو فاطمه. يعني بيكون يعني السد هنا الزاويه قائمه من 18 متر يمشي بيساوي مع ابو فاطمه. يعني لو فات السد كجبار ده 18 متر ما في اثر بالنسبه لجنوب ابو فاطمه اصلا كله يعني. هو اثر بسيط اللي هو زي اثر الفيضان عامه يعني. الناس طبعا طلعوا اشاعات انه جزيره بدرين حتغرق وارتفاش حتغرق. الحين في الوقت ذاك ما في جزيره بتغرق اصلا كل المنطقه. حتى بالتوليد بتاع ناس الباشمهندس اسامه برضه ما في غمر بالصوره اللي هم خاطينها. وفي حكم سبحان الله سبحانه وتعالى يعني ولا مثل الاعلى يعني الطبيعه الموجوده في المنطقه طبيعه غريبه جدا. المنطقه دي من سبو لما تصل حضارات دي كلها سلاسل جبليه بس. والغرب من كجبار لما تصل جبل على برسي منطقه شمال اكد دي كلها سلاسل جبليه. من ابو فاطمه او من الحضارات جنوبا دي مناطق ساحليه مفتوحه، ومن جبل على برسي جنوب برضه دي مناطق ساحليه مفتوحه. لكن من يعني وبعدين الحكمه الثانيه انه النيل ذاته من منطقة اسمها شنو تنبس بيتجه شرقا ما ماشي شمالا 40 كيلومتر شرق لغاية فريق. من فريق بتستعد ثاني يمشي شمالا. وده إذا يعني الناس فكرت في قيام السد
المنسوب الارض اصلا شمالا، فاقل حجز المويه بعد الناس ممكن تستفيد منه بري انسيابي يعني. وده حنتكلم عنه لما نيجي نتكلم عن مشروع ديفوي اللي هو اول قريه بعد السد مباشره يعني. هو ديفوي في الوقت ده كان ماسك المشروع ده، عندهم جمعيه تعاونيه وكان ماسكه الاستاذ عبد الدايم رحمه الله عليه. المهم فالطبيعي بعد والكلام بيتكلم عن اثار. سبحان الله المنطقه دي كلها ما في الا اثر اوجدون دي منطقه تنبس يعني من سبو لما انتصر تنبس ما في اثار الا في اوجدون يعني. وكان معانا في برضه استعنبوه في الشغل ده كان البروفيسور محمد عثمان صالح بتاع الاثار جامعه الخرطوم. انا اذا ما خانني علي محمد عثمان علي عثمان محمد صالح، نعم البروفيسور عثمان محمد صالح كان معنا برضه في الشغل ده كان في اللجان حقت الاثار في الجامعه دي. فنحن استعنا بكميه من العلماء والناس اللي عندهم علاقه بالشغلانه دي. كجبار اخذت دراسه اصلا ما عاديه، وبالاخر حتى الناس اللي كانوا مناوئين طبعا كانت الصراحه المناوئه الموجود في الوقت ذاك ما كانت مناوئه لانه الناس ما عايز السد. الشغل كان شغل سياسي ليس الا يعني حتى في واحد من زعماء بدون ذكر اسماء من زعماء الناس كانوا مناوئين وكانوا زي مفرغين الشغل ده. كان قال لي بكل وضوح، قال والله نحن مقتنعين بقيام السد لكن بس ما يكون في عدل الكاس ده، ما يكون في عدلكم ده، يكون في اي واحد اخر يعني. لكن كمشروع اخذ دراسه اسمها اقتصاديه ولا دراسه فنيه ما في افضل دراسه اتعملت لكجبار، سواء كان دراسه فنيه وكان دراسه اقتصاديه. والان الاثنين دي موجودين، دراستين دي موجودين بتفاصيله كويس، موجوده الان في مضابط جامعه الخرطوم، كانت موجوده في جامعه الخرطوم وعند اخونا بروفيسور محمد الامين محمد نور والان الحي يورث الحمد لله رب العالمين. فدي عباره عن غايه البدايات كجبار وما داك كجبار. طبعا فيها تفاصيل كثيره في النص يعني نحن طبعا سردها يطول. جزاك شكرا لك يا كمال.